فتيس السي في تي واحد من الفتايس اللي مظلومه معانا للاسف، ولكن ده يرجع لاننا مش عارفين نتعامل معاه صح ازاي، او احنا مش فاهمين طريقه العمل بتاعته ازاي. انا مؤمن الوزير، وفي الفيديو ده هكلمكم عن فتيس السي في تي واعرفكم ليه بيظهر فيه مشاكل كتير، ليه ناس كتير بتشتكي منه، وازاي نتجنب المشاكل والاعطال بتاعته. يلا بينا. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. اولا كده خلينا افهمكم يعني ايه فتيس سي في تي. الفتيس السي في تي هو نوع من انواع الفتايس، ولكن هو مش فتيس اوتوماتيك، هو اقرب ما يكون للفتيس الاوتوماتيك ولكن هو مش اوتوماتيك. طيب ليه الفرق الجوهري ده بينهم؟ هم يعني يعتبر نفس الفكره، ولكن هو فرق جوهري كبير جدا بينهم وبين بعض. الفتيس الاوتوماتيك عباره عن مجموعه تروس، مع كل سرعه معينه الفتيس بيبدا ان هو ينقل من الترس الاول للترس الثاني للترس الثالث، هكذا حسب السرعه اللي انت ماشي عليها. الفتيس السي في تي بقى هو عباره عن بكرتين، يعني بكرتين قصاد بعض كده، رابط بينهم سير. البكرتين دول يعني مخروطه، بتبقى يعني انحف في اسمك في اسمك. ده بيختلف حسب السرعه اللي انت ماشي عليها، يعني هو ما فيهوش نقلات، ما فيهوش غيارات، هي نقله واحده اللي انت ماشي عليها على طول. والبكرتين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول يا بيربط بينهم سير يا مطاطي يا سير معدني. طيب ايه بقى مميزات اصلا فتيس السي في تي ده؟ اولا فتيس السي في تي فتيس هادي جدا، خاصه لو السير اللي متوصل بيه البكرتين دول سير مطاطي مش سير معدني. تاني حاجه ان هو فتيس ناعم جدا، لان هو زي ما قلنا مفيش نقلات، فالموضوع ماشي بسلاسه رهيبه. تالت حاجه هو فتيس موفر جدا 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 في الوقت. وعلى الصعيد الاخر نبص على عيوب الفتيس ده، وهي ان عزمه ضعيف، او مش معنى ان عزمه ضعيف، هو الفتيس اصلا فتيس اقتصادي، مش معمول عشان تطلع بيه بقى اللي هو نطلع بيه طلعات عنيفه ونقرص على العربيه والكلام ده كله. هو الفتيس ده مش بتاع الكلام ده خالص، هو فتيس اقتصادي بحت. دي اول نقطه فيه. تاني مشكله بتواجهنا في الفتيس ده ان هو فتيس معقد جدا الى حد ما، يعني مش اي حد يعرف يشتغل فيه ولا اي حد يعرف يعمل له صيانه. وتالت حاجه وهي ان الفتيس ده انت لازم تهتم بيه جدا من ناحيه تغيير الزيت. زي ما احنا عارفين ان الزيت بتاع الفتيس هو روح الفتيس، لو انت اخرت الغيار بتاع الزيت ده، يعني غيار الزيت بتاع فتيس السي في تي عامه 60000 كيلو، غيرهم على ال 60000، ابوس دماغك. ما تسمعش كلام اي حد يقول لك الفتيس لا، زيت الفتيس لايف تايم ما بيتغيرش، مفيش الكلام ده. اي زيت موجود في العربيه بيتغير. زيت الفتيس السي في تي غيره 60000 كحد اقصى، ولكن طبعا يفضل ترجع للوكيل العربيه تساله هل هو بيتغير على كام، ممكن يتغير على 40 على 50 او على 60، ولكن طبعا ما تزودش عن 60000. بما اننا خلصنا المميزات والعيوب بتاعت الفتيس ده، طب هتقول لي انا ليه بيظهر معايا اصلا مشاكل في الفتيس ده؟ اولا لو انت بتطلع بالعربيه طلعات عنيفه وطلعات سريعه، ده هيأثر معاك عمر الفتيس وهتلاقي ظهر فيه مشاكل. تاني حاجه لو انت بتهمل في صيانه الزيت بتاع الفتيس او صيانه الفتيس عامه اللي هي الصيانه الدوريه، الزيت ده بالذات، لان الزيت ده يعتبر زي ما احنا كبشر بناكل ونشرب ونتنفس، هو الفتيس ده ما بيتغذاش غير على الزيت، دي الحاجه الوحيده اللي هو بيعيش بيها. فلما انت تاخر عليه الزيت ده، طبعا الفتيس يعمل معاك مشاكل، لازم يطلع معاك مشكله. يعني انت كده عشان تتجنب المواضيع دي كلها وتتجنب مشاكل الفتيس السي في تي، ان انت تطلع بيه طلعات هاديه. هو فتيس مش بتاع جري ومش بتاع قرص، يعني مش بتاع ان انت مره واحده تقوم دايس رجلك على اخر الدواسه، هو مش هيجيب معاك الكلام ده، لان هو اصلا مش متصمم عشان كده. وعلى فكره الفتيس ده يعني اعتيادي جدا. في ناس بتقول لك لا ده هو عزمه ضعيف على السرعات الواطيه وعزمه شديد على السرعات العاليه، مفيش الكلام ده. انا سوقت كذا عربيه فيها فتيس سي في تي، كان بالنسبه لي الوضع عادي جدا، يعني هو زي ما هو عامه ما بيجريش، هو فتيس ما فيهوش اللي هو يلحق، يعني انت تدوس تلاقي الفتيس ملحق معاك وناشط معاك على طول، لا هو فتيس هادي جدا. فانت لازم تبقى انت فاهم طريقه عمل الفتيس ده او اليه العمل بتاعه الفتيس السي في تي، هتلاقي الفتيس معاك مظبوط جدا لو انت بتتعامل معاه معامله صحيحه. في النهايه اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، وطبعا ما تنسوش تعملوا شير لكل الناس اللي انتوا تعرفوها راكبه عربيه فيها فتيس سي في تي عشان الكل يستفيد. كان معاكم مؤمن الوزير، واشوفكم في فيديو جديد.